السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد نتكلم على لارفل سيكيورتي اند كود ريفيو. فيديو هيكون متخصص أكتر على جزئية لارفل، وبالتالي الناس اللي هتستفاد من الفيديو بالترتيب كده. أول حد هو اللارفل ديفلوبر أو الباك إند انجينير ستاك لارفل، وبعدها الأبسك، الناس اللي بتشتغل أبسك وعايزين يتعلموا ازاي يعملوا كود ريفيو على اللارفل ابلكيشنز. حلو. بان ده فيديو مش مرتبط ببلاي ليست معينه او مش مرتبط بسيكشن، فلو في تعريفات هنبتدي نشرحها من اول وجديد عادي يعني. قبل اي حاجه، احنا عاوزين نبقى واقعيين على قد ما نقدر. مثلا لو احنا دلوقتي بنعمل مثلا مشروع بي اتش بي، فلما بنيجي نعمل مشروع بي اتش بي مثلا نعمل لوجن بيج، وهنتكلم على السكيورتي في ان احنا نعمل لوجن بيج بي اتش بي، فهنقعد نتكلم في تفاصيل كتيره جدا ومثلا لو هنعمل فايل ابلود هنتكلم برضه على تفاصيل كتيره. هنتكلم ازاي تتاكد من الاكستنشن، ازاي تتاكد من الكونتنت تايب من الفايل نفسه، تتاكد ان هو مثلا مش بي اتش بي، او ان انت عامل وايت ليست بالاكستنشنز المسموحه. كل الكلام ده لو احنا بنشرح بي اتش بي. لكن في لارفل سكيورتي خلينا متفقين ان في حاجات كتير قوي هي سكيور باي ديزاين في لارفل. وفي لارفل مفيش في الغالب، انت ما بتعملش حاجه من الاول من الصفر، خصوصا في الحاجات البديهيه مثلا زي الفايل ابلود، الاوثنتيكيشن. الحاجات دي بتبقى يعني ما بتبنيهاش بالأول من الأول خالص. بتستعمل باكج، بتستعمل آه، حاجة جاهزة، اي بي اي جاهز، كل الكلام ده انت بتستعمل حاجات جاهزة، لكن مش بتبني الحاجة دي من الأول غير لو انت حبيت تضيف فيتشرز زيادة أو ستيبس زيادة خاصة باللوجيك بتاع الابلكيشن بتاعك انت. فبالتالي أصلا لما التعقيد بيزيد، فنسبة إن يكون في ثغرات أكتر بتبقى بتزيد. علشان كده من ضمن المبادئ إن أنت تحاول تقلل التعقيد على قد ما تقدر، علشان الثغرات ما تبقاش أكتر، أو ما يبقاش، أو فرصة إن يبقى في ثغرات ما تبقى أقل يعني. تمام. مبدئيا أول حاجة خالص، أول مشكلة خالص هي استعمال الستيتمنت بارامتر. في ناس ممكن تستعمل الستيتمنت بارامتر أو الستيتمنت رو تبقى فاكرة إن هي سيف أو حاجة سكيور. هي لارفل سكيور باي ديزاين، لكن في حاجات معينة لازم تستعملها بالطريقة الصح. تمام. يعني لما تستعمل ستيتمنت بارامترز لازم تعمل بايندنج. ما ينفعش ستيتمنت بارامتر مثلا زي وير رو، زي ستيتمنت زي رو لوحدها، دي اسمها الستيتمنت بارامترز. فحاجة زي كده هتؤدي إلى سيكوال انجكشن. لو انت سيكوال انجكشن، انت تثق في المدخلات بتاعة اليوزر دي وتعمل له باس على الكويري، فبالتالي اليوزر يقدر ان هو ينجكت سيكوال كويري، فيسلكت داتا مهمة من الداتابيز، يسلكت اسم الداتابيز، الفيرجن، الباسورد بتاع يوزر معين، يمسح الداتابيز اصلا. ممكن يعمل حاجات كتير على حسب برضو البرميشنز بتاعته. تمام. فاحنا دلوقتي عندنا كود جاهز. الكود ده عندنا فيه اتنين اند بوينت. في الاند بوينت بتاعت ريجستر اكونت داش، وفي اللي هي الاندرسكور اكونت، ريجستر اندرسكور اكونت، وفي ريجستر داش اكونت. فاحنا المفروض عايزين نعرف انهي واحده منهم سيف. فاحنا عندنا ده المثال الاول، تمام، وده المثال الثاني. المثال الاول هو مثال سيء جدا. يعني هو بياخد الانبوتس من اليوزر، النيم والايميل والباسورد، وبعدها يعمل له باص على الكويري كده دايركت بتروح على الداتابيز. فهنا دي مصابه بسيكوال انجكشن وش. تمام. فالصح ان انت تستعمل اليكوينت خاصه بلارفل، اللي هو المثال التاني ده المثال الجيد. تمام. المثال ده هنلاقي ان هو اليوزر اللي هو هتلاقيه عمل هنا، هتلاقيه كاتب الموديل بتاعت اليوزر فوق. تمام. حلو. فهو بيستعمل الموديل بتاعت اليوزر ويكتب create name
وياخد النيم من الفاليديتد array. تمام. بيبقى فيه نيم يتأكد أولا إن هي required، أو إن يتأكد إن هي string مثلا، يتأكد إنها مش أكتر من 255. إيميل يتأكد إن هو إيميل وإن هو يونيك من الداتابيز. والباسورد يتأكد مثلا إن هو أقل حاجة 6 أرقام. طبعا الحاجات دي ملهاش علاقة بالسكيورتي يعني بتاعت السيكوال انجكشن دي فاليديشنز عادية. لكن الفكرة هنا إيه؟ الإليكوينت بتاعت لارفل نفسها، هو بتتعامل هنا مع المدخلات بتاعت اليوزر، بتتعامل معاها إن هي داتا، ما بتتعاملش معاها إن هي كويري. حلو. أما المثال اللي فوق، المثال السيء، هو بيتعامل معاها إن لو اليوزر ده كتب اسمه عادي مش هتبقى كويري، لكن لو هو حاول يكتب كويري عادي هيكتبها ويؤدي إلى يعني حاجة malicious action. حلو. المثال التاني عندنا هنا هو الديباج مود، إن الديباج مود يبقى بترو. الديباج مود هنا بيبقى جوه الملف بتاع الدوت انف. ملف الدوت انف ده اللي هو الانفايرمنت، بيبقى فيه كل الفاليوز، مثلا اسم الداتابيز، الباسورد، الحاجات دي كلها بتبقى موجودة هنا في ملف الدوت انف. تمام. فهنا عندنا هنا مثلا اللي هي اب ديباج بترو. لو احنا رحنا هنا على ويب بي اتش بي هنلاقي هنا اند بوينت بوست سلاش ببلش. الاند بوينت دي ما فيش جيت للاند بوينت دي، يعني سلاش باسورد سلاش ببلش هي دي اند بوينت بتشتغل بالميثود بتاعت بوست بس. حلو. فدلوقتي لو احنا رحنا هنا كتبنا سلاش ببلش، ايه اللي هيحصل؟ هيديلي ايرور debug ان هيقول لي the get method is not supported for route publish supported methods post، وهيعمل لي information disclosure هنا تسريب للملفات اللي موجودة جوه المشروع. وفي الإصدارات القديمة كان كمان بيسرب الدوت انف فايل، الداتابيز نيم واليوزر نيم والباسورد والاب كي وحاجات كتير جدا. اي حاجه موجوده في الدوت انف كان بيجيبها. دي في الاصدارات القديمه، طبعا مشكله كبيره، والمشكله خطورتها بتزيد لو اصدار لارفل نفسه قديم. فالصح ان احنا نعمل ايه؟ الصح هنا ان احنا نروح على ملف الدوت انف، نخلي اب ديباج هنا بفولس. تمام. واي لوج او اي حاجه انت عايز تعمل لها عايز تعمل ديباجنج، فتعملها تلوجها مثلا في الفايلز، في الفايل بتاع مثلا لارفل دوت لوج. او لو انت خلاص عاوز تستعمل، لو انت عاوز تستعمل الديباج مود، وحابب ان الديباج مود يبقى بترو علشان بيسهل عليك الشغل اكتر يعني، فممكن تستعمل حاجه زي اوسيليا، او تستعمل حاجه زي لارا شيلد. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي هي يعني زي جيت واي. الجيت واي ده بيبقى زي بيعمل سكيورتي على الاند بوينت اللي انت موجود فيها، او على الستيجنج سيرفر. انت دلوقتي معاك ستيجنج سيرفر، الستيجنج ده انت عاوز تشغل الديباج مود، وعايز تست شغلك، وعايز تشوف الحاجات دي كلها، فمش منطقي برضو ان انا اقول لك اقفل الديباج مود. فالحل لحاجه زي كده ما تقفلش الديباج مود، بس ان انت تستعمل اوسيريا علشان يطلب منك اي حد يحاول ياكسس الستيجنج دي، يطلب منه يوزر نيم وباسورد، او يطلب منه او تو بي، يتاكد ان هو ديفلوبر، وكل ديفلوبر يبقى ليه اكونت على اوسيليا، او يبقى ليه اكونت على الجيت واي ده. حلو. فده حل سليم جدا. نرجع هنا فولس، نخليها ترو تاني. تمام. بس ادينا شفنا يعني الحل ايه زي ما انتم شايفين. تمام. المشكله الثالثه هي السي اس ار اف بروتكشن. مبدئيا سي اس ار اف بروتكشن ممكن تحصل في 3 حاجات. اولا اي بي اي دوت بي اتش بي ما فيهوش سي اس ار اف بروتكشن. يعني لو انت بتعمل حاجه اكشن، مثلا ان هو بتغير اليوزر نيم الخاص بالاوثنتيكيتد يوزر حالا عن طريق اند بوينت بوست،
وما بتطلبش مثلا توكن، او ما بتطلبش او ما بتطلبش مثلا او بتطلب كوكيز، ما بتطلبش مثلا توكن. طبعا ده صعب يعني، ان هو في الحاله دي هو بيطلب هيدر، يعني بيبقى فيه هيدر كده. انا حتى لو انا معايا الاوثنتيكيشن التوكن بتاعك، مش هقدر اخليك تدخل على صفحه، مش هقدر ابعت لك مثلا صفحه HTML اخليك تروح على الايه الصفحه بتاعتك بهيدر اسمه اوثنتيكيشن او authorization. مش هعرف ليه، لان لازم يبقى فيه كروس اوريجين ريسورس شيرنج ميس كونفيجريشن بيسمح بين يبقى ان اي ويب سايت يبعت، او ان هو يقرا ريسورسز من الويب سايت بتاعك، او يبعت ميثودز زي بوت او بوست، او يبعت هيدرز مع الريكوست. وكل الكلام ده مش صح يعني، مش ما بيحصلش. لان في سيم اوريجين بوليسي بيتاكد ان هو نفس السكيم، نفس الدومين، نفس التي ال دي، كل الكلام ده. حلو. فايه الحاله التانية؟ ايه الحاله اللي ممكن يبقى ان مفيش سي اس ار اف بروتكشن؟ دلوقتي احنا عندنا هنا اند بوينت اسمها كرييت، تمام. هنروح مع بعض على كرييت جيت. كده احنا دخلنا على الاند بوينت بتاع كرييت بجيت، تمام. هنلاقي الاند بوينت دي، هنلاقي السبمت دي. لو احنا دوسنا هنا هيقول لنا ايه؟ بيج اكسبايرد. ليه؟ لان احنا نسينا السي اس ار اف، تمام. ده اي حد لارفل ديفلوبر اكيد عارف المعلومه دي. يعني انت لازم علشان تشتغل كده تكتب ايه؟ تكتب جوه الفورم، تكتب ات سي اس ار اف. شوف مع بعض. نكتب هنا at CSRF، تمام. هندوس هنا تاني، قال لي هنا ايه؟ the post created. حلو. طب انا ايه الحالة التانية اللي ممكن ما يبقاش ان ممكن بقى يبقى في CSRF اتاك، يعني في الاند بوينت دي بتاعت create؟ يعني احنا خالص هنشيل ايه؟ السي اس ار اف دي خالص. حلو. هنجرب تاني، هنلاقيها ايه؟ هنلاقيه بيقول لنا page expired. ثانية واحدة. ريستارت للصفحة، تمام. قال لي هنا page expired. السي اس ار اف هي ميدل وير، يعني سي اس ار اف بروتكشن هي ميدل وير مرتبطه بال الويب، الويب دوت بي اتش بي كلها كده. هي دي الحاجات اللي هي السكيور باي ديزاين اللي لارفل بتعملها. هي اي حاجه في الويب دوت بي اتش بي هنا هي محميه بالسي اس ار اف بروتكشن ميدل وير. فلو انا دلوقتي دخلت على اب اتش تي تي بي ميدل وير، ودوست هنا على كيرنل بي اتش بي، هنلاقي هنا الميدل ويرز اللي هي موجوده باي ديفولت في الويب. مثلا هنا اهو هنلاقي في الويب، هنلاقي هنا الاند بوينتس، هنلاقي الميدل وير اللي موجوده باي ديفولت في الويب. حلو. فلو احنا دلوقتي عملنا كومنت على مثلا فيريفاي سي اس ار اف توكن، وجينا نعمل ريستارت للصفحه هنا ودوسنا سبميت، هنلاقيه عمل ايه؟ هنلاقيه عمل بوست عادي جدا. فدي برضو مشكله. طب ايه الحاله الثالثه؟ الحاله الثالثه ان انت ت... تعمل البيست براكتس اللارفل بتديها لك. يعني دلوقتي اللارفل بتقول لك ان انت ان السي اس ار اف بروتكشن هي موجود في البوست ميثود بس. ما ينفعش ان انت تعمل جيت ميثود، ما ينفعش ان انت تستعمل جيت ميثود علشان خصوصا في الويب. يعني لو في الاي بي اي مثلا، هو كده كده بيتاكد من الهيدرز، وصعب ان حد ينجكت ايه هيدر في الريكوست عندك. يعني صعب ان حد يعمل حاجه زي كده الا في حاله واحده، حتى لو معاك توكن، الا في حاله واحده ان في كورس ميس كونفيجريشن. لكن في الويب اوعى تعمل جيت
الجيت دي تكون بتعمل اكشن او بتغير معلومات عندك في الاكونت. يعني ما تغيرش معلومات عن طريق جيت ميثود، لان جيت ميثود غير البوست. بوست هي باي ديفولت سكيور باي سي اس ار اف بروتكشن ميدل وير، لكن الجيت ما فيهاش الكلام ده. الجيت لو انت بتستعمل جيت علشان تابديت البروفايل او تكريت بروفايل جديد او ايا كان، فدي تبقى فيها سي اس ار اف اتاك على طول. ماشي. فاحنا هنا بنتكلم في ايه؟ ان لارافيل هي سكيور باي ديزاين وفيها امكانيات كويسه، لكن في بيست براكتس لكل حاجه. الجيت ما ينفعش تستعملها في ان انت تكريت ريسورس او تكريت حاجه جديده. تمام. الجزء الرابع او المشكله الرابعه هي هارد كودد سيكريتس. تاكد ان مثلا السيدز، احنا عندنا مثلا سيدز هي بتكتب بي اتش بي ارتزان دي بي سيد، او بيبقى في شويه داتا كده. داتا دي للتستنج. لو انت مثلا عندك كلاينت وصفحه اي كوميرس او صفحه شوبينج، وعندك كلاينت عايز الكلاينت ده يشوف برودكتس في الصفحه بتاعته كتستنج، بس يشوف شكل الموقع عامل ازاي والبرودكتس شكلها في الصفحه عامل ازاي وكده. ممكن كمان ناس تعمل سيدز. السيدز دي بتعمل اكونتس ادمن، فتتاكد من السيدز دي، تاكد ان ما فيهاش حاجات سيكريت، تاكد ما فيهاش هارد كود السيكريت. ممكن يبقى فيها اي بي اي كيز، ممكن يبقى فيها سيكريتس مهمه. فدي طبعا تبقى مشكله. حلو. public registration in admin portals، دي برضو مشكله مهمه وموجوده في مواقع كتيره جدا، وموجوده في اماكن كتيره جدا باللارفل ابلكيشنز يعني. الا وهي ايه؟ ان بيبقى فيه مثلا ويب سايت. الويب سايت ده بيبقى فيه صفحه لوجن وبيبقى فيه صفحه ريجستر. حلو. فالديفلوبر يعمل ايه؟ يقوم جاي عامل كومنت على صفحه الريجستر كده، ويقول لك خلاص كده ايه، اليوزر ما يقدرش يعمل ريجستريشن، ونسي يعمل كومنت على البوست. نسي ان هو يعمل كومنت على البوست. حلو. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هو بيبقى متخيل ان خلاص كده مفيش حد هيعرف يعمل ريجستريشن، لان الجيت مش موجوده ومش هيفتح له صفحه الريجستريشن. لكن في لارفل السي اس ار اف توكن الخاص باللوجن، الخاص بالصفحه بتاعت اللوجن، هو السي اس ار اف توكن بتاعت صفحه الريجستر. يعني انت دلوقتي لو عملت بوست على الريجستر حالا دلوقتي، ودلوقتي مفيش جيت، فانت لو عملت بوست على طول على الريجستر هيقول لك بيج اكسبايرد، محتاج سي اس ار اف توكن. فهل السي اس ار اف توكن ده مميز؟ كل صفحه ليها سي اس ار اف توكن خاص بيها؟ لا. سي اس ار اف توكن بتاع الريجستر هو نفس السي اس ار اف توكن بتاع اللوجن، واللوجن هنا انت سايبه زي ما هو. فاقوم جاي انا عامل ايه؟ اقوم جاي انا رايح على اللوجن كده، اروح على اللوجن. تمام. وهغير اكشن هنا، نخليها ريجستر، وهدوس سبميت، هلاقيه عمل لي ريجستر. ده عادي جدا. طبعا لو انا كتبت ريجستر صفحه الجيت هي مش موجوده، فهيقول لي ايه؟ the get method is not supported for route register. تمام. فدي مشكله ناس كتير بتقع فيها، ان هو بيبقى متخيل عشان هو عمل كومنت على الاند بوينت بتاعت جيت بتاعت ريجستر، فهي كده ايه، الريجستر مش موجوده ومحدش يعرف يسبمت عليها حاجه. لا، الكلام ده مش صح. والكلام ده كان بيحصل كمان في ادمن بيجز، يعني صفحات ادمن، مش صفحات عاديه. تمام. ريت ليميتنج برضو، تتاكد من ان في ريت ليميت على الاند بوينت، خصوصا بتاعت الاوثنتيكيشن، عشان ما يحصلش بروت فورس او كده. كروس سايت سكريبت، كروس سايت سكريبتنج. دلوقتي هنعمل مثلا دلوقتي ايه؟
هنعمل راوت جديدة. الراوت دي مثلا ناخد دي كوبي مثلا. حلو. نسمي مثلا الراوت، نخليها جيت الأول، نسميها ويلكم يوزر مثلا، ويلكم. حلو. والفانكشن يبقى جواها ايه؟ الفانكشن هنا يبقى جواها مثلا نيم. حلو. وبياخد من اليوزر اللي هو النيم. بعدها نقول له هنا return view. return view. تمام. welcome user وبعدها النيم جوه ايه البليد دي. نعمل صفحة بليد جديدة نسميها welcome user بليد PHP، ونكتب مثلا h1 user. تمام. عادي جدا. welcome user نكتب هنا مثلا محمد undefined variable user. هي اسمها نيم. اسمها نيم مش، لا انا اتلخبطت، اسمها نيم مش يوزر. تمام. فقال لي هنا محمد، طبع الاسم بتاع محمد. لو كتبنا هنا اي بيلود فهيعمل له sanitization زي ما انت شايف. تمام. فلو دلوقتي بالشكل ده، هو برضو لارفل لما بتكتب البارامتر بالشكل ده كده فهو بيعمل sanitization من غير ما انت تكتب بقى HTML special characters والحاجات دي كلها. بتكتب 2 كيرلي براكتس كده، فهو بيبتدي يعمل sanitization لوحده. فلو انت دلوقتي مثلا بتعمل كود ريفيو، لو انا دلوقتي مثلا غيرت الاتنين دول كده، خليتها بالشكل ده. حلو. وجيت كتبت هنا اي بيلود، كتبت مثلا image source. تمام. هنا اتحولت لاكسسس. فاحنا ممكن نعمل ايه بقى لما نيجي نعمل كود ريفيو على لارفل ابلكيشن؟ نروح هنا نسيرش على الحتة دي، نسيرش على الجزء ده. لو لقينا حاجة كده نعرف ان دي فيها اكسسس، هنسيرش على المشروع كله نشوف الحاجات اللي شبه دي. لو لقيناها يبقى دي عارفين ان فيها سيكوال، عارفين ان فيها ايه اكسسس. تمام. ونتاكد ان اليوزر ما بيتحكمش فيها، لان اليوزر هو اللي بيكتبها، فدي تبقى فيها اكسسس، اكسبلويتابل اكسسس. تمام. المشكله الثانيه يوزر نيم اند ايميل انيميريشن. حاول انت تعمل جينيريك ايرور. يعني مثلا لو في اند بوينت مثلا بتاخد الايميل بس، في اوثنتيكيشن على مرحلتين، فالمرحله الاولى ايميل وبعدها يتاكد ان الايميل مثلا اذا كان الايميل ده موجود ولا مش موجود. لو موجود بقى يخليه يكتب الباسورد. ففي الحاله دي تخلي يكتب الايميل، سواء الايميل صح او غلط خليه يروح يكتب الباسورد برضه. لان لو ما ودهوش على الباسورد هو هيستنتج ايه؟ هيستنتج ان الايميل ده مش موجود، فبالتالي يعمل ايه؟ ايميل انيميريشن او اند بوينت. الاند بوينت دي هيكتب فيها ايميل،
وهيطلع له هيطلع له كده ايرور، مثلا ايميل نوت فاوند. فايميل نوت فاوند دي هيستنتج ان الايميل مش موجود. انت اعمل ايرور جينيريك اكتر، اكتب مثلا ايميل اور باسورد نوت فاوند، ماشي، بحيث ان هو يعرف ان هو ما يقدرش يعمل انيميريشن على الايميل او اليوزر نيم. في ناس برضو ممكن تعمل انيميريشن على الليتنسي، تشوف الليتنسي قد ايه وهكذا يعني. المشكلة رقم 9، المشكلة رقم 9 معانا هنا هي الماس اساينمنت. تعالوا نروح هنا على ال API.php. في هنا عندنا صفحة register account. register account هنا بتتأكد من النيم. المثال ده ما فيهوش mass assignment، حلو. هو بيتأكد من النيم والايميل والباسورد، وهو بيحدد بالظبط إيه اللي هيتغير في الداتابيز. يعني هو محدد لك ان النيم هو اللي هيتغير، يعني هنغير النيم وهنغير الايميل وهنغير الباسورد، محدد 3 حاجات هم اللي هيتغيروا، حلو. اما الاند بوينت بتاعت يوزر سلاش ابديت اي دي، بياخد الاي دي من اليوزر، وبعدها بيستعمل حاجه هنا اسمها ريكوست اول. فالريكوست اول هنا فيها مشكله. الريكوست اول هنا فيها مشكله. احنا عندنا في الداتابيز، لو رحنا كده على المايجريشن، لو رحنا كده على المايجريشنز هنلاقي يوزرز تيبل، هنلاقي هنا رول، سترينج رول، الديفولت بتاعتها بيوزر. يعني هو مش بيطلب منك رول، هو بيطلب منك تكتب النيم والايميل والباسورد. فانت كتبت النيم والايميل والباسورد، خلاص هيغير لك ايه النيم بتاعك، او هيغير لك الباسورد او اللي انت عاوزه يعني. فهو ما طلبش منك رول. فتعالى كده نشوف المثال اللي فوق. قلنا ان هو بيحدد بالظبط هو هيغير ايه. احنا عايزين نغير النيم والايميل والباسورد، دي الحاجات اللي هيبتدي ان هو يكريتها وهو بيعمل اكونت. لما يجي يعمل اكونت هو بيتاكد من الثلاث حاجات دول. والديفولت رول الخاص بالاكونت لما بيجي يعمل اكونت جديد بيروح معاها رول اللي هو القيمه بتاعتها بيوزر، اللي هي القيمه الديفولت بتاعت القيمه دي. اما في الميثود بتاعت اليوزر ابديت اي دي، هو هنا بياخد ريكوست اول، حلو. فبالتالي لو انت زودت في الريكوست، لو انت ضفت في الريكوست هنا بارامتر زياده سميته رول، وخليته بدل يوزر خليته ادمن، هيغيرها عادي جدا. تمام. الصح ايه؟ ان انت تتاكد على طول ان او ان انت تحدد له بالظبط الحاجات اللي هو هيغيرها من الداتابيس. تعالوا نشوفها مع بعض. احنا عندنا هنا نكريت مثلا اكونت جديد سميه محمد، تمام، محمد @gmail.com. نكتب هنا باسورد اي حاجه، تمام. فانا عمل اكونت جديد. نشوف هنا عمل اكونت جديد، والريسبونس هنا 200. يعني هو كريت الاكونت
مش عارف مش ظاهر الريسبونس الخاص بالاند بوينت بتاعت الاي بي اي ولا لا. تمام. فهو هنا كاريت اكونت جديد، الايميل بتاعه محمد@gmail.com. حلو. فاحنا هنا ممكن نكتب له هنا يوزر اي دي. طبعا لو احنا حاولنا هنا مثلا نغير، يعني نبعت ريكوست جديد مثلا، نبعت ريكوست جديد مثلا باي دي مختلف، او نزود نغير الرول اقصد، يعني نزود هنا رول جديده، نزود انبوت جديده ونسميها رول مثلا، وندوس كريت اكونت، مش هيعمل اي حاجه، لان احنا محددين على الميثود بتاعه الريجستر اكونت، محددين الحاجات اللي هو هيغيرها بالظبط. لكن في اليوزر ابديت احنا بناخد الريكوست كله، وكل اللي بيكتبه طالما موجود في الفيلابل فايه ممكن يغيره عادي جدا. تمام. فهنكتب هنا مثلا واحد، نغير الاسم نخليه محمد واحد. تمام. نروح هنا على الداتابيز، تمام. هنلاقي هنا يوزرز، هنا ضاف يوزر محمد، الرول بتاعته يوزر، الايميل محمد@gmail.com. حلو. فدلوقتي قلنا ان الاند بوينت اللي فوق هي مش مصابه بماس اساينمنت، لكن الاند بوينت اللي تحت هنا مصابه بماس اساينمنت، لان هو بيقبل كل البروبرتيز اللي احنا حابين نعدلها في الداتابيز، بيقبلها عادي جدا، وممكن ان احنا نعدل عليها زي الرول. فنجرب مثلا، هنفتح كيرل. تمام. نكتب هنا كيرل اكس. تمام. كانت اي بي اي سلاش يوزر سلاش ابديت، ونختار مثلا اي دي اللي هو واحد. حلو. كونتنت تايب، كونتنت تايب تبقى ابلكيشن جيسون. دي البيلود هيبقى هنكتبه كده في نوت باد مثلا، نكتب نوت باد. يعني نحاول ناخد البادي، نشوف شكل البادي عامل ازاي ونعدل عليه، نضيف بروبرتي جديدة نسميها رول. حلو. تمام. هو هنا ضاف user updated successfully، هو هنا عمل update للاكونت ده. ناخد الريكوست بادي.
ونضيف رول نخلي القيمة بتاعتها مثلا admin. حلو. ونحط الباك سلاش هنا علشان الكوماند بتاع كيرل. تمام، وندوس انتر. مش عارف المشكلة فيه بالظبط. المشكلة في اللي هي قبل content type دي نخليها. تمام، فهو هنا عمل update successfully. ال ID 1 نيم محمد رول غيرها بقت admin. لو احنا دلوقتي رحنا على الداتابيز ندوس refresh هنلاقي الرول اتغيرت من user لadmin. حلو. لو دلوقتي علشان برضو لو انت بتعمل كود ريفيو وعاوز تتأكد هل دي exploitable ولا لأ، فممكن من الكود بس من غير ما تجرب يعني بكيرل أو من غير ما تجرب تبعت ريكوست أو تغير رول يعني لوحدك كده. لو لقيت إن جوه الموديل هنا هتشوف لو الرول دي مش موجودة في فيلابل فأنت ما تقدرش تغيرها. طالما موجودة في فيلابل فتقدر تغيرها بالماس أساينمنت. يعني لو احنا دلوقتي شيلنا رول أهو، نشيلها خالص وهنبعت نفس الريكوست تاني نشوف ايه اللي هيحصل. تمام، اهو عملنا رول ادمن واحد ما قدرش ان هو يغيرها لسه ادمن زي ما هي. احنا هنا كتبنا رول ادمن واحد، يعني مثلا نغير الرول تاني. تمام، ما اتغيرش. ندوس سي ال اس وبعدها نكتب مثلا ايه الرول، نحولها من ادمن نخليها مثلا مثلا ايه روت مثلا. هنلاقي ان الرول هنا ما اتغيرتش. فبرضو نضيفها على الفيلابل، نضيف رول. يبقى دي برضو ميتيجيشن ان احنا الحاجات اللي مش لازم اللي مش محتاجين نعدلها ما نكتبهاش في الفيلو. تمام، هنا الرول اتغير بقى روت. تمام. طب عايزين نجرب حاجة، عايزين نجرب برضو صفحة الريجستريشن. عايزين نتأكد ان الريجستريشن ما فيهاش ماس اساينمنت. يعني هو زي ما قلنا هو بيطلب من اليوزر 1 2 3، بيطلب منه نيم وايميل وباسورد. فهو مش هيغير اي حاجة خارج عن الثلاث حاجات دول. بس علشان نتأكد برضو نجرب آه نشوف الاند بوينت دي نشوف فيها ماس اساينمنت ولا لأ. ريجستر اكونت. تمام، مفيش ماس اساينمنت ولا حاجة. يعني نغير برضو نجرب من نجرب مثلا نضيف يوزر جديد. تمام، وهنضيف في الفورم هنا
عايز الموضوع بس يبقى واضح يعني. نضيف مثلا ايه، نغير الرول هنا نخليها create rule، والتايب نخليها text. تمام. نحول ايميل، يعني نخلي ايميل دي نخليها rule، و get element by id create rule. حلو. ونشوف لما نعمل اكونت جديد، الرول بتاعته مثلا نخليها admin، نشوف ايه اللي هيحصل. هو هنا بيقول account created، تمام، وعمل الاكونت. account user، هو تقريبا الريكوست ما فيهوش اصلا يوزر، يعني هو ما ضافش يوزر مع الريكوست، فنجرب نعملها. آه نجرب نبعتها برضو بكيرل تاني. هو تقريبا كيرن احنا كتبنا ايميل ونيم وباسورد، نفس البارامترز اللي هو بيطلبها يعني، بس هو هنا ايه، عمل ايرور فما بيطلبش، او اه, هنا البوت ميثود از نوت سبورتد. خلاص نجربها بالبوست ميثود، نشوف هل هيبقى فيه مس اساينمنت ولا لا. تمام. ما علينا. مش هيبقى فيها مس اساينمنت. نشوف باقي الفايندنجز اللي موجودة معانا. بعد المس اساينمنت هنا في سيدرز انفورميشن ديسكلوجر. سيدرز انفورميشن ديسكلوجر، قلنا السيدز هي بالانجليزي معناها سماد، يعني بالعربي معناها سماد. فممكن السيدز دي يبقى الديفلوبر عامل سيدز للكلاينت، بحيث ان يبقى فيها اكونتس بتاعت ادمن يجربها، يعني للتستنج كده. واكونت الادمن ده ممكن يبقى فيه صلاحيات عالية، فدي لو لقينا يوزر نيم وباسورد خاص بالادمن موجود في سيدرز، فدي تعتبر برضه بتبقى انفورميشن ديسكلوجر، ومشكلة بتبقى موجودة في ويب سايتس كتيرة برضه. ويعني حاجات معروفة يعني، إن يبقى فيه حاجة سيكريت أو information disclosure أو hard code secret موجودة في الملف أو ملفات السيدز بتاعة لارفل. حلو كده. يعني نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. نراجع كده على الحاجات بتاعتنا. أول حاجة قلنا السيكوال انجكشن. سيكوال انجكشن إن أنت تستعمل statement بارامتر. حاول إن أنت ما تستعملش statement بارامتر، يعني حتى لو استعملت statement بارامتر إيه، اعمل بايندنج. بعدها الديباج مود انيبلد، خلي الديباج مود ديزيبلد بفولس مش بترو في الستaging، وفي البرودكشن لازم يبقى الديباج مود بفولس. لكن لو في الستaging حاول تستعمل اللوجز، تلوج الحاجة اللي انت محتاجها على الفايل بتاع لارفل لوج مثلا، او تحاول تلوج الحاجة اللي انت محتاجها على الشانل اللي انت حاببها، او
ان انت تستعمل جيت واي زي اوسيليا، بحيث ان صفحات الستيجنج دي تبقى محتاج تبقى اوثنتيكيتد منها، تبقى يتاكد ان انت ديفيلوبر فعلا علشان توصل للمعلومات دي. السي اس ار اف بروتكشن، استعمل الميثودز الصح في استخدامها الصح. يعني بوست ان انت تكريت حاجه جديده، جيت مش استعمالها ان انت تكريت حاجه، فما تستعملش جيت ان انت تابديت ريسورس او تابديت باسورد او تابديت اي حاجه. تمام. السي اس ار اف ميدل وير، شفنا المثال ان السي اس ار اف ميدل وير دي موجوده في الويب، لو اتشالت من الميدل ويرز بتاعه الويب فبالتالي مش هيبقى فيه سي اس ار اف بروتكشن. هارد كودد سيكريتس، وقلنا ان هارد كود سيكريتس او اي بي اي كي يبقى متخزن في اي مكان كده بره الانفايرمنت بشكل يعني حتى لو مشفر. يعني هو المفروض انه اي حاجه سيكريتس ما تبقاش موجوده في السورس كود، تبقى موجوده في الانفايرمنت. تمام. البابليك ريجستريشن، موضوع ان السي اس ار اف توكن ممكن يبقى، يعني السي اس ار اف توكن بتاع اللوجن هو نفس السي اس ار اف توكن بتاع الريجستريشن. ومش معنى ان انت شلت الجيت ميثود او عملت لها كومنت ان صفحه البوست ما حدش يعرف يعمل لها بوست او يكريت فيها حاجه. اتاكد انك عامل ريت ليميت على الاند بوينتس المهمه زي الاو تي بي فيريفيكيشن واللوجن والباسورد ريسيت وغيره. سي اس ار اف الاكس اس اس، عرفنا ايه الفرق ما بين ان اللي هي يعني عرفنا ازاي نعمل اكس اس اس، او ازاي يبقى في اكس اس اس جوه صفحه البليد، وازاي تسيرش عليها علشان تشوف الويب سايت كله في احتمال يبقى فيه اكس اس اس ولا لا في جوه البليد. يعني اليوزر نيم والايميل انفورميشن والجينيريك ايرورز، انت تستعمل جينيريك ايرورز. ماس اساينمنت اتكلمنا عليها، وجزئيه السيريز بقى كده. دي الحاجات اللي احنا خلصناها في الفيديو ده. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.